اللي يحب النبي يصلي عليه. يرضيكم اللي جوز المعفن ابو زرطة ريحتها نتنة في رمضان يعمل فيا كده؟ عمال الراجل يتعارك معايا ويتخانق معايا ويقول لي انت ما عدتش بتعملي افطار حلو. والله بنعمل له كل حاجه، وجايداله صوابع العشرة شمع ومش مخليه نفسه في اي حاجه خالص. عملت له اول امبارح صينيه عجه تستاهل حنكه اللي ريحته نطني، وعملت له اول طبق فول بالطحينه زي العسل، وعملت له كمان امبارح صينيه بتنجال كده بالفلفل كانت ريحتها قلب الشرح كله. اتبطر عليه قعد يضرب فيي ويدقني على قفاي. صرخت راحت الناس ملمومه عليني، قالوا لنا في ايه يا جماعه احنا في رمضان حد يعمل كده برضو؟ قلت لهم ينشفوا لكم حل مع الراجل دي والا هنمرمط بكرامته الارض. قالوا لي طب فين الفطار يا ست اللي انت عاملاه له؟ قلت لهم اهو يا ناس طبق الفول زي العسل اهو. جوزي سمح كلمه طبق الفول وراح جايب الطبق وراح رزعني به في قلب وشي. رحت راجعه بالصوت قلت الحقوني يا خرابي جوزي حيقتلني. الناس راحوا قايلين لا حول ولا قوه الا بالله، انتوا عالم ولاد 60 كلب واحنا ما عدناش نعبركوا تاني، واقفين نصلحوا فيكم من الصبح ونرضوا فيكم وانتوا مش راضيين تصلحوا. خليكوا بقى يكش تولعوا. قلت لهم بذمتكم ودينكم انا اللي غلطانه ولا الراجل ابو جفا مطوز زي جفا الحمار دي؟ قالوا لي عليا الطلاق انتوا الاثنين العب من بعض وروحوا يلا يكش تقتلوا بعض، احنا ملناش دعوه بيكوا، ولو لقينا الدار ولعه كده بيكوا حتى مش هنيجي نطفيكوا. وراحوا اخدين بعضهم وطالعين وقافلين الباب وراهم. وبصت لقيت جوزي داخل عليا بقى يقول لي انت يا مره هتعملي لي الاكل ولا لا؟ قلت له حاضر من عيني، انا عندي بطين جوا هو هفنجشهم لك البطين ونعمل لك بيهم شكشوكه ان شاء الله تطفحها. قال لي شكشوكه ايه يا مره؟ انا نفسي في ديك بلدي. قلت له ديك بلدي منين يا حسره؟ هو احنا حلتنا فلوس عشان نجيبوا ديك بلدي؟ قال لي انا معايا 150 جنيه خديهم هاتيلي بيهم ديك شامورتي كده يكون عرفه احمر. قلت له انت عايش في ميه البطيخ، هو في حاجه دلوقتي ب 150 جنيه؟ قال لي هو كده اللي عندي والا هنعمل ونخلي. قلت له الامر لله. خدت منه الفلوس وانا عماله ندعي عليه، ورحت اخده بعدي ولابسه الشال بتاعي ورحت بقى ندور في السوق على ديك صغير ولا حاجه مش عارفه هنجيب له ايه. عقلي عمال يفكر يمين وشمال واني ماشيه كده سبحان الله. اندر كان جوزي داعي والدعوه استجابت ان هو ياكل ديك بلدي، وانا ماشيه كده بنبص في الزباله لقيت الفرخه الحلوه البلدي دي متمطعه والراجده ميته. قلت لها تعاليلي ومنحسس عليها لقيتها بصراحه لسه سخنه يعني لا فايته ولا حاجه. رحت معبيها في الكيس ومروحه ورحت منطفاها ومخليها زي العسل بفص مستيكه وفص حبها وحنطفحها له الهي يدلكها. وهنعمل بقى جنب الديك اللي انا لقيته في الزبالة دي حبة مكرونة كده حلوين يستاهلوا بوجو عشان خاطر المشاكل بقى والحوارات دي تخلص على خير. لأنا تعبت والله. ريحة الفرخة جميلة ما تحسوش انها من الزبالة، زائد ان انا ضلحتها برضو غسلتها كده بحبة شاور وحطت لها منوكير وخليتها بالتناس بقت زي الفل. هي ما تفرقش بينها وبين اطيس فرخة في عند الفرارنجي والله. وحطيت طماطم بقى في الحله اهو هنطرشها كده ونتبلها. ادام الاكل اتبل وتسبك وتعمل بمزاج رايق وانا مزاجي رايق قوي عشان لقيت الفرخه كده ببلاش وال150 جنيه ضربتهم جوا اللباس عشان نشتري بيهم حاجه ناكلها كده ونتدلع اخر دلع. ومسكت بقى الشلصه وهننزل بيها فوق المكرونه وناخدها تقلبتين تدي لون كده فصدوقي كده جميل. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاجه جميلة وتفتح النفس. أنا طبيخة أصل قوي ومكرونة شرايح كده والله شرايط عريضة كده زي المخروطة. والله المكرونة المخرطة دي بتبقى حلوة قوي ولو اتاكلت بالسكر بتبقى أحلى وأحلى. وهنجيب بطشتين كده بقى ونطرنشهم كده عشان نقليهم. لازم برضو نفنن برضو عشان السفرة تبقى مليانة كده ويقول دي مكلفة وعاملة ومخليه عشان يدلق ويستريح بدل ما هو مصدعني كذا يوم يقطع الرجالة
وسنينها. هي الرجالة حاجة بترضيها ولا حاجة بتكفيها؟ جايبة له صوابع العشرة شامعي ما فيش فايدة والله. وتخرطي كده الخرط تبقى كبيرة عشان ما تشربش الزيت. البطاطساية لما تبقى رفيعة تشفط منك كرتونة زيت بحالها، لكن لما تخنيها كده تبقى جوالس كده جميلة. امال ايه؟ يا سلام يا سلام، حاجة مريحة للأعصاب. نحب نطرنش البطاطس قوي والله. وتمشيكي كده البشاشطاية تخرطيها خرط رفيعة خرط تخينة، تعمليها شيبسي تعمليها بيبسي هتتعمل معاكي على طول. طب ده انا فاكرة مرة وانا صغيرة كده كنت قاعدة في الشارع لقيت عيل بيلعب في الحارة ومعاك الشيبسي وعمال ياكل وكانت مناخيره كلها برابير ويلحس في صوابعه. فتح نفسي على الشيبسي، رحت رايحة جايلة لامي اما هتجيني نجيب بك الشيبسي. قالت لي منين يا اختي؟ ابويا سامع. قال لها ايه يا مرة كلمة شيبسي اللي البت بتقول عليها دي؟ انا ما عنديش بنات تاكل شيبسي، عيب عليك يا مرة ربي عيالك كويس. امي قالت لي طب اسكتي بقى عشان ابوكي جاي من الشغل تعبان وهيفضل يزعج، اسكتي وانا هنجيب لك كل حاجه نفسك فيه. المهم ابويا شرب كوبايه الشاي ودخل اتلقح جوا نام. راحت امي معريه رجليه وجايبه المقص وراحت مقشوطه له كل ضوافره وراحت محبشاها ومقرمشاها في الزيت كده، بقت زي العسل مع الكمون كده، بقت نلحس شوابعي. هي بقت حلوه ايوه بس كانت ريحتها وحشه بصراحه، بس مش مشكله كلتها برضه. ورحت بقى محمره البطاطشايه ديت تحمير وردي كده من اللي هو شايفين المنظر، ولازم تفردوا حته خرجه او منديل او اي حاجه عشان تمش الزيت. ورحت جايبه بيضتين كده مفجشاهم في الصحن عشان زي ما تقولوا كده جارتي اللي جنبي على طول تلاجتها امبارح طرشقت الغاز مال الدنيا وولعت، والعزال اللي فيه كان هيبوظ. راحت لما العزال اللي جوه التلاجه ونطورته بقى هنا عند الجاره هنا وعند الجاره هنا، خدوا والنبي لحد ما نصلح تلاجتي. وجابت لي الكيس ده وقالت لي خدوا يا ام ابراهيم شيلهولي عندك في التلاجه لحد ما نصلح التلاجه. قلت لها حاضر من عيني، وخدت الكيس وحطيته بقاله يومين ما سالتش عليه. رحت النهارده دحسه على التلاجه مطلعاه وفكاه وهنعمله بقى ونقليه. هو انا حد يامني؟ ايه اللي خلاها تترمي عليا وتجيب لي بنيه ومش بنيه؟ ده انا هنخرب بيت ابوها. والمره يا اختي ايه ماليه التلاجه الوليه دي عفشه بتشيل حاجات في التلاجه تكفيها 200 سنه. فانا عشان كده بقى هنتبل ونحبش ونجرب ايه البنيه دي، نجربه نشوفه هيبقى طعمه ايه وحلاوته هتبقى عامله ازاي. امال ايه لازم كده؟ هو اني حد يأمن لي ولا يشيل عندي حاجات ولا اكياس؟ ان جت وسالت على الكيسه بتاعتي هنقول لها ومين سمعك التلاجه بتاعتي بعد انت ما مشيت انفجرت فلميت حاجتي على حاجتك ورميتها في الزباله؟ امال ايه؟ امال هنقول لها ايه يعني ونخلص نفسي وخلاص؟ هي فطوره سودة وفطوره حرام في حرام، الديك وميت والبنيه مسروق. وحتى كيس المكرونه جبته من سوبر ماركت اللي تحت مني وقلت له هنحاسبك بعد صلاه التراويح، والله ماني عطياله ولا مليم. ان شاء الله نعزل حتى ونسيب الشقه بتاعتي. هنعمل ليه بس؟ دي دنيا عجيبه. اهاني البنيه دي جاني من عند ربنا، هنقعد ناكل فيه ونخلي جوزي ياكل الديك الميت المفنس في قلب الحله دي ريحته نتني، لان انا لو عطيته بنيه يبقى خساره فيه. كل ما نطلب منه حاجه يقول لي لا. ده انا نفتكر مره وانا حامل في الواد ابراهيم ابني طلبت منه البتاع الشيكابون بالرفيع دي الاسود دي اللي انتوا بتقولوا عليه كرات الكريسبي ولا كرات الخرا، ووصفته له وقلت له بتاع شوكولاته كده اسود ومدور عارفه؟ قال لي عارفه يا مرة ده انا متربي عليه. وراح اخد القفطانه في ايده وطاير رايح يجيبهولي. انا بقى قعدت نستناه زهقت قلت نقوم نشم شويه هوا نقيين من البلكونه. رحت رايحه واقفه في البلكونه كده وبنشرب في كوبايه الشاي، ودي طالع من الزريبه بتاعت المعيز معاه كيسه كلها كلها بزل من الرفيع الاسود دي، ودخل عليا بيه. قعدت ناكل انا وهو وكانت ليله زي الطين جاني مغص وكنت حنموت. وشايفين بقى الفرخه عامله ازاي زي العسل، ريحتها طالعه علي كانها لسه مذبوحه دلوقتي. خساره والله العظيم، من ابسط حاجه ممكن تعملوا فطار وتاكلوا اعملوا زي شايفين عامله ازاي، لحمها ابيض ونظيفه وعفيفه، فرخه متربيه صاحي لحمها جميل
وخدت بقى شوية البنيه المجرمشين اللي زي الدهب دول وطلعتهم كده في قلب الطبق، حاجة جميلة ومكرمشة، والحتة كده تقيلة كده تقول 4 كيلو لوحده، لحم مترفس، اندر لحم دندي ولا خروف ولا ايه، حاجة عمري ما شفتها ولا وردت علي، ومتبلة وجميلة. ويا بخته بقى اللي يحضر فطار رمضان ويبقى باله طويل، حكم رمضان يجي من هنا والناس كلها خلقها يضيق ويفضلوا يتعاركوا مع بعض ويتصلبوا البعض على كل حاجة، وكل حد فيهم يفتكر اي حد زعله الحاجة ما يفتكرهاش الا في شهر رمضان، ويقعد يعاتب ويعمل ويخلي. وبصراحة عندهم حق، العراك في رمضان غير اي ايام تانية، بيبقى له طعم كده وريحة وجميل خالص، الواحد يفضل يتشاكل ويشيل ذنوب، والحاجات دي كلها ما بتحصلش الا في شهر رمضان قبل الفطار. ويجي بعد الفطار الواحد يجيب له كوباية كده كنافة وحتة بسبوسة وكوباية شحلب وكوباية حاجات من بتاعة رمضان دي، ويفضل ياكل فيه وينسى كل حاجة، يطلع عليه النهار يبدأ من جديد. هي الدنيا كده، لازم الواحد يسلي يومه. امال ايه، امال نبقوا صايمين كده على الفاضي؟ ومسكت الفرخة الجميلة بقى ديت كده، حمرتها وظبطتها عشان خاطر تبقى محمرة كده وحلوة زي الدهب كده. امال ايه، لازم كده. يا نهار طينة، الفرخة ولعت خلاص كده باظت، مالوش نصيب جوزي ياكلها. يا دهوتي يعني عليك يوم وحنتعاركوا تاني. لا الحمد لله النار صابتها، هي هياكلها ان شاء الله. ما هو لازم ياكلها، امال يعني هناكلها انا ما ناكلهاش، ده انا عارفه انا جايباها منين، عمري ما نحطها في حنكي، لكن هو ياكلها وهيمصمصها ويقول لي ده حكايه كمان. امال ايه، اصلا حتى فيها مشتكه وحبهان وحاجات من الحلوه اللي تغير ريحتها وتخليها كأنها فرخة بلدي. شايفين لونها عامل ازاي، احلى تحميرة والله. كنت هنولع في المطبخ بسبب ان انا مطلعها لونها احمر حلو كده. يا سلام على الريحة والطعم يا ولاد. ودول 5 منجيات بقى كانوا عندي مليانين دود، قلت برضو ايه نحبش له الفطورة كده ونعمل له الشب عصير مانجا بالدود، يستاهل سنانه الصفرة. امال ايه، ست الشطرة هي اللي تعرف تعمل كل حاجة في بيتها، فاني هنعمل كل حاجة هو نظبط له الدنيا عشان خاطر بقى يتهدي كده ويقعد ساكت، ما يقعدش يتعارك معاي. حكماني خلقي ضيق في رمضان قوي، هو صايم واني صايمة، هنقتلوا بعض ونقف في وش بعض نفضلوا نهلهلوا في بعضينا، ما يصحش برضه. لازم واحد يضطري وواحد يشد، واحد يشد وواحد يضطري، هي الدنيا كده. شايفين المانجا لونها جميلة، مانجا أصلية معوجة كده من زمان عندي، بقالها 5-6 سنين، حكاية. يا سلام على الريحة، يا سلام. وجهزت بقى السفرة زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الحلاوة والجمال. يقدر يجيب سيرة السفرة ولا يقول ناقصها حاجة جميلة هيت، والسفرة بتتكلم لوحدها، أكل طازة وجميل وريحته حلوة، حاجة حلوة خالص. إياك يبقى يجيب لي سيرة إن أنا مقصرة معاه في حاجة. عملت له سفرة ملوكي أهي، لو اتكلم معايا 1/4 كلمة هنقطع الشبشب على دماغه، ما نبقاش واقفة تعباني وعماله نحضر له وهو يعمل فيا كده. وهناخد بقى الديك كده وناخد منه فص من الصدر بتاعه اللي زي الملبن وندوقه، لاني بصراحه مستخسراه في جوزي والله، طعمه زي العسل. يلا انتوا بقى بالسلامه.